السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الفراخ بطريقه جديده قوي، حلوه قوي كده وجوسي وجميله، وهتستوي من غير ولا نقطه ميه. الطريقه دي انا عرفتها من او يمكن اول مره دقتها خالص كان من ايد واحده حبيبتي كده واحنا في السعوديه، فلسطينيه هي. بس كانت عاملاها حاره قوي فكان طعمها تحفه بصراحه. معانا 3 بصلات هنقطعهم شرايح، ومعانا في الاول كده حله على النار فيها شويه زيت. 3 بصلات هنقطعهم شرايح، و3 طماطميات برضو هنقطعهم شرايح، او هنقطعهم حتت صغيرة او تبشريهم، يعني زي ما انتي حابة. ومعانا 3 او 4 فصوص توم كده هنقطعهم حتت صغيرة، او تدقيهم تبشريهم براحتك. انا حبيت اقطعهم حتت صغيرة كده، بحطهم مع البصل بقى علشان ياخدوا الريحة كده من الزيت. بعد كده بننزل بالفراخ، يا دوب تاخد تشويحة بسيطة كده البصلة وما تتحمرش، مش بنحمرها احنا، يا دوب بنديها تشويحة كده في الزيت قبل ما بنحط الفراخ. بعد كده قطعت الطماطم انا صغير وحطيتها على طول على الفراخ. زي ما قلتلك ممكن تبشريها. وكان كان في كنت مطلعه حته صغيره كده من الشطه اللي عملتها من يومين معاكم، حطيتها عليها، ما خليتهاش حاره قوي يعني. عندنا بقى قرنين فلفل اخضر كده حطيتهم، لو عندك فلفل الوان تمام. بصوا الوصفة دي ما فيهاش بطاطس، بس انا حبيت ان البطاطس تستوي من المية اللي هتنزلها الفراخ واللي هينزلها الخضار معانا. زي ما قلت لكم الفراخ هتستوي مش هنحط لها ولا نقطة مية. تمام كده. هديها بقى تقليبة كده للخضار والفراخ كده يتشوحوا مع بعض. هنحط بقى التوابل بتاعتنا: ملح، وكاري، كركم، بابريكا، شوية كده حوالي معلقة صغيرة جنزبيل. ممكن تحطي جنزبيل فريش، ما كانش عندي فانا حطيت جنزبيل بودر. لو حابة تحطي جوزة الطيب تمام، مش حابة براحتك. انا عن نفسي حطيت ربع معلقة صغيرة جوزة الطيب. تمام. نقلب كله كده بقى مع التوابل. بسيبها بقى تاخد وتدي كده مع بعضها في التوابل والخضار، وتنزل المية بتاعتها، وبعد كده نرجع لها. شفتوا المية اللي نزلت دي كلها؟ ما حطيتش ولا نقطة مية، كل ده من الخضار والفراخ. كده بدأت تدخل في السوا شوية، فحطيت البطاطس. انا استنيت بالبطاطس لما الفراخ تبدأ تدخل في السوا، لان البطاطس انا مقطعاها مكعبات صغيرة، مش هتستحمل معايا في السوا، فعشان كده استنيت الفراخ لما تدخل في السوا شوية. بنديها تقليبة كده بس، وهنغطي عليها بقى ونسيبها تستوي براحتها خالص. مش هتاخد معاكي نص ساعة، اقل بكتير من نص ساعة. بتطلع طعمها تحفة. شوفوا شكلها اصلا يفتح النفس، جميلة جدا. يا ريت تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات. ولو اول مرة تشوفوا القناة، لايك بقى وسبسكرايب للقناة. باي باي.